سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. أعزائي طلاب الصف الأول إعدادي، أهلا وسهلا بكم. من كتاب الألواء هنحل محافظة الأقصر، محافظة رقم 21 على الجبر. تعالوا بينا نبدأ. أول سؤال معانا بيقول لي إيه؟ الحد الجبري ده هم للدرجة الكام؟ طيب إحنا في الحد الجبري بنجمع الأسس بتاعة السين والصاد، فأنا هجمع الأس بتاع الاتنين والاتنين، يبقى اديني كام؟ 2 زائد 2 يدينا كام؟ 4، يبقى دي من الدرجة الرابعة. نيجي بعد كده للسؤال اللي بعد كده، بيقول لي 5 على 7 زائد س بيساوي 0، فإن س بكام؟ المفروض أخليها سالب 5 على 7 عشان يبقى 5 على 7 وسالب 5 على 7 بصفر، يبقى سالب 5 على إيه؟ على 7. نيجي للسؤال الثالث، بيقول لي 3، ده طبعا سؤال تراكمي، التلاتة تنتمي لدول، التلاتة تنتمي إيه؟ لدول. السؤال الرابع بيقول لي الوسيط للقيم. الوسيط أنا برتبهم واختار اللي في النص، هرتبهم كده تصاعديا أو تنازليا أي حاجة واختار الرقم اللي في النص، يبقى اللي في النص عندي كام؟ 4. إذا كان الخمس س بيساوي 5 فإن 4 على 5 س بيساوي كام؟ طيب احنا ممكن ناخد ده نحلها معادلة كده، ممكن ناخد الخمس س ديت ونحلها على اسم معادلة. يعني خمس س بيساوي 5، ده هي فيها هتروح على، يعني السين هتساوي 5 على خمس، السين هتساوي 5 على ايه؟ على خمس، يبقى 5 وايه؟ و20، يبقى السين ب25. هشيل السين ده بقى واحط مكانها 25، يبقى في 25، يبقى 4 على 5 في 25، 4 على 5 في 25، طلعت معايا كام؟ 20، يبقى الإجابة 20. هنا بيقول لي 60% بيساوي كام؟ كل اللي عليك هتيجي على الآلة الحاسبة وتكتب 60%، أدي 60%، تضغط يساوي، هتلاقيها 3 على 5 أهي، يبقى تكتب على الآلة الحاسبة 60% بالشكل ده. السؤال التاني بيقول لي أكمل ما يأتي. ماشي، س زائد 3 وس زائد 5، حلو خالص. طيب هتضرب السين في الاتنين دول، السين في س بس أس 2، والسين في 5 ب5 س. بعد كده هتضرب التلاتة في الاتنين دول، التلاتة في س ب3 س، والتلاتة في 5 بكام؟ ب15. 5 س و3 س 8 س، وهو ال8 س مكتوبين اهم، يبقى انت فاضل عندك السين تربيع وفاضل عندك ال15، يبقى هنا س تربيع وهنا كام؟ وهنا 15. إذا كان ترتيب الوسيط لمجموعة قيم هو العاشر، الوسيط هو العاشر فإن عدد القيم، يعني أنت واقف في طابور وأنت العاشر، أنت العاشر، حلو كده؟ طيب يبقى أنت قدامك كام؟ 9، ما هو أنت العاشر، يبقى أنت لازم قدامك في الطابور 9. طيب وطالما أنت الوسيط يبقى أنت اللي في النص، وطالما أنت في النص يبقى برضو زي ما قدامك 9 لازم يكون وراك 9، يبقى عدد الطابور كله كام؟ أدي 9 وأدي 9، يبقى 18. 18 وأنت بواحد بس، أنت واحد بس، يبقى 18 وواحد 19. اوعى تحسب أنت ب10، لا أنت بواحد. ماشي. نيجي بعد كده بيقول لي العدد النسبة الذي ليس له معكوس ضربي هو الصفر، الصفر ليس له معكوس ضربي. طيب 1 5 9 13، حلو. الواحد زاد كام عشان يبقى 5؟ زاد 4، والخمسة زادت 4، يعني كل مرة بزود 4، يبقى 13 و4 كام؟ 17. المنوال هو القيمة الأكثر تكرارا، المنوال هو القيمة الأكثر إيه؟ تكرارا. ماشي. نيجي بعد كده للسؤال التالت، بيقول لي اجمع. كل اللي عليك في الجمع إنك هتشيل الفاصلة ده وتحط زائد، الجمع سهل خالص، وهتجمع السينات مع بعض. أنا مسميها عائلات، عيلة السين مع عيلة السين، عيلة الصاد مع عيلة الصاد، الأرقام مع بعض. طيب 5 س و2 س يبقى 7 س، ناخد الصادات مع بعض. 4 صاد وسالب 4 صاد طاروا مع بعض، الأرقام مع بعض. سالب 5 و5 برضو طاروا مع بعض، لأن واحدة موجب واحدة سالب، يبقى الإجابة بتاعتك 7 س. باستخدام خاصية التوزيع أوجد ناتج. كل اللي عليك الأول هتروح على الزائد أو الناقص وتحط دايرة صغيرة كده، يبقى أنا كده إيه؟ حطيت دايرة على الزائد. أصبح عندك قطعتين، تشوف إيه المشترك عندك في القطعتين دولت، هتلاقي 3 على 7، هتطلعها بره وتفتح قوس
وتلم الباقي. انت لما خدت 3 على 7 تفضل لك كام؟ 3، ولما خدت 3 على 7 زائد اهي تفضل لك هنا كام؟ 4. يبقى انت عندك 3 على 7 مضروبة في 3 زائد 4 7، ال7 تروح مع ال7 يبقى الناتج بتاعك كام؟ 3. هنا بيقول لي اوجد ناتج ده اهو. ماشي، انت ممكن تعملها كلها بالآلة الايه؟ الحاسبة، او ممكن تعمل دي لوحدها بالآلة الحاسبة كده الاول اهي. تلت زائد نص طلعت 5 على 6، يبقى 5 على 6 على 5 على 6 فيها الكام؟ فيها الواحد. او ممكن تعملها كلها بالآلة الحاسبة تتأكد ايه؟ ان هي بواحد كلها على بعضها. ماشي. حلل بإخراج العامل المشترك. حلو خالص، تحط بس دايرة على الناقص والزائد كده عشان تفصل ما بينهم. تبص للأرقام في ال3 قطع دول، الرقم المشترك في ال3 دول كام؟ ال5. ال5 مشتركة في ال3 دول. وبعد كده ايه المشتركة فيهم؟ السين. أصغر سين عندك مين؟ السين تربيع. حلو، هتفتح قوس وتلم الباقي. 10 على 5 فيها الاتنين. س أس 4 على س أس 2 فيها س أس 2، لأنك أنت في القسمة بتطرح الأسس. بعد كده تحط الناقص دي. 15 على 5 فيها التلاتة. س أس 3 على س أس 2 فيها السين. بعد كده تحط الزائد. 20 على 5 فيها الأربعة. س أس 2 على س أس 2 طارت. يبقى أنت كده حللتها وخلصت عليها. حلو خالص. طيب هنا بيقول لي اختصر لأبسط صورة المقدار ده اهو. ماشي. السين هتضرب الاتنين دول، يبقى السين في س بس أس 2، والسين في 3 ب3 س. بعد كده السالب 3 تخش تضربهم هما الاتنين برضو. سالب 3 في س بسالب 3 س، وسالب 3 في 3 بسالب 9. وهنحط جنبهم الموجب 9 دي. وتيجي بقى تشتغل العائلات مع بعض، يعني عيلة السين تربيع لوحدها، ادي عيلة السين تربيع. طيب عيلة السين 3 س راحت مع سالب 3 س مع السلامة، وموجب 9 راحت مع سالب 9 مع السلامة، ما فاضلش عندك غير س تربيع. بيقول لك بقى ايه بعد كده؟ شيل السين وحط 2، يعني انا اشيل السين ده اهي واحط مكانها 2، يبقى 2 تربيع بكام؟ ب4. يبقى 2 تربيع ب4. هنا بيقول لي اوجد الوسط الحسابي. اوجد الوسط الايه؟ الحسابي. الوسط الحسابي مجموعهم على عدده، يعني 9 زائد 10 زائد 7 زائد 8 زائد 6 على عددهم كام؟ 1 2 3 4 5 على عددهم 5. 9 زائد 10 زائد 7 زائد 8 زائد 6 على عددهم 5، واضغط يساوي طلعت لي 8. طيب الوسيط برتبهم وبختار اللي في النص. الوسيط سهل جدا، برتبهم واختار اللي في النص. طيب يبقى رتبهم من الصغير، قد 6 7 8 9 10. جيت ابص في النص كده ما لقيتش غير ال8 اللي في النص، يبقى انت عندك الوسيط هو كام؟ هو 8. يبقى الوسيط عندك 8. محافظة سهلة جدا وجميلة جدا جدا. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.